بقول لك الدنيا معايا هنا زي الفل، فلوس وسفر وشهرة. بقول لك ايه، ما تيجي معايا؟ اجي معاك؟ ده انت ما فضلش حاجه حرام ما عملتهاش. ما تقولش حرام، انت مش شايف كرم ربنا؟ مطمن يعني ومش خايف يكون ده حرمان؟ حرمان؟ بص الساعة يا باشا، بص العدة. بس حرمك الصلاه وقراءه القران وقيام الليل وصحبه الصالحين، محروم والله. لا انا بس مقصر، لكن انت في الحقيقه حبستك ذنوبك، ذنب ورا ذنب ورا التاني، ما بقتش قادر تعمل ايسر العبادات على قلبك. عارف الحسن البصري قرأ قول الله عز وجل: فلما نسوا ما ذكروا به عملنا معاهم ايه؟ فتحنا عليهم ابواب كل شيء. ربنا اداك كل حاجة، حتى اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغتة فاذا هم مبلسون. بيقول الحسن البصري: مكر بالقوم ورب الكعبه، اعطوا حاجتهم ثم اخذوا. وخد بالك، ربنا بيعطي الدنيا لمن يحب ولمن لا يحب، بس بيعطي الايمان لمن يحب فقط. فما تستغربش، وعادي جدا انك تشوف واحد ملحد معاه من الدنيا، وانك تشوف واحد مؤمن ومعهوش كتير من الدنيا. فعايزك كده يا صديقي تاخد بالك، ذنوب معاصي معاه حياه كويسه ورزق، يبقى لازم تقلق، اكيد في حاجه غلط. فخليك عارف ان ربنا عز وجل رحيم، بيعفو ويغفر ويمهل، فما يغركش حلمه وراجع افعالك من تاني وحاسب نفسك. وعرضها على كلام ربنا وسنه النبي، وشوف موافقه ليهم ولا لا. وده مش كلامي، كلام الرسول: تركت فيكم ما ان تمسكتم به لن تضلوا بعدي ابدا، كتاب الله وسنتي. يلا تعال انت بقى معايا.